فاكرين يا بنات الشنطة دي اللي اتحطّت هي وكذا شنطة تانية، طبعًا ده شغل الفنانة هالة علي. هالة كانت حطّت post لو تفتكروا آخر live أنا طلعته، حتى كنت باتكلّم أنا وشيرين مين اللي قبل الpost. يعني أنا صاحبة الجروب وشيرين هي الadmin. فلو تفتكروا إحنا مين اللي قبل الpost، ولا أنا قبلته ولا شيرين قبلته، وإحنا أصلًا مش بنقبل أصلًا بوستات إن حد يعرض حاجة، أو يعني في بوستات معيّنة مش عشان حاجة والله، بس بيدخل لنا ناس كتير، حتى شيرين عارفة الكلام ده. بيدخل لنا ناس كتير بتعمل لايفات وبتعرض هدوم وحاجات كده، فطبعًا كل الكلام ده مرفوض، لإن إحنا عاملين الجروب بتاعنا يعني أنتم عارفين ده متابعة الكورسات المجانية. لو في أي حاجة تانية إفادة طبعًا أكيد، لكن طبعًا مش جروبات بيع والحاجات الكلام اللي إحنا بنشوفه على السوشيال ميديا ده، تمام؟ فلقينا الpost اتقبل بتاع الفنانة الجميلة هالة علي. هالة ده شغلها، وكانت عارضة الشنطة دي، وكانت عارضة كذا شنطة تانية. فبتقول يعني إن هي قاعدة في قرية الشغل يعني هم هناك مش مقدّرين إن هم يعني أنتم عارفين طبعًا الhandmade بيبقى ليه أماكن معيّنة، في ناس بتقدّرها وفي ناس تانية ما بتحبّش شغل الhandmade. مش مسألة بقى إن هي ما بتقدّرهاش، هي مش بتحبّه. وعلى فكرة ده الكلام ده مش على القرية بس، لأ طبعًا، لأ. ممكن في أماكن تانية تكون مستواها عالي، بس هي ما بتحبش الhandmade خالص. كذلك لمّا إحنا مثلًا بنشوف مثلًا ممثلة أو فنانة على التلفزيون لابسة بلوفر handmade أو شال handmade كلّنا بنبقى مبهورين، مش بنشوف ده على طول بيعملوا screen ينزّلوا بُصّوا الفنانة فلانة لابسة إيه، مش عارفة إيه، مش ده بيحصل؟ مش كل الطبقات ومش كل الناس بتحب الhandmade يا جماعة. فهي بتقول هي حطِّت post وقالت إن الناس هناك مش يعني قرية بسيطة أو قرية، حتى والله هم فوق دماغنا، يعني حتى في قريات لأ، هي في قريات ما بتبقاش بسيطة طبعًا، بس في ناس ما بتقدّرهوش، مستغلياه، مش حابة. وعرضت الشغل بتاعها، أنا لَفَت نظري دي وعجبتني، فأنا خدتها وحتى ما كنتش عايزة أتكلّم في الموضوع أصلًا. وكل اللي أنا عملته أنا دخلت لها مش خاص ولا حاجة، أنا دخلت لها على الpost وقُلت لها سِبت comment قُلت لها إن أنا عايزة عاجباني الشنطة دي، هي بتقول أغلى شنطة فيهم كانت هي دي، وأنا اخترت دي، تمام. فأنا كتبت لها قُلت لها إن أنا عايزة الشنطة الهافان، تمام. وبعد شوية حطيت الpost تاني، حطيته تاني على صفحاتي كلّها، علشان شغلها يبان للناس يعني والناس تشوفه، تمام. لمّا أنا عملت كده أنا ما خدتش بالي يعني إن في حد هياخد باله أو كده، لقيت الجميلة حبيبة قلبي مربوطة في آخر live كلمتني على الموضوع ده وبتقول لي: "لفتة جميلة منِّك إن عملتِ كده." يعني أنا والله ما كانش في بالي أي حاجة، بس إيه الفكرة بتاعتي؟ يعني خلّيني أقول لكم الأول إن الشنطة وصلتني النهارده. آآ هي ما اتأخّرتش، أنا اللي مأخّرة إن أنا أستلمها، لإني أنا يعني ما كانش ينفع إن أنا أستلمها قبل يوم التلات، وقُلت لها إن أنا يعني هاكون موجودة يعني التلات بالليل هاكون في البيت، فقبل كده مش هاعرف أستلمها، فده التأخير حصل منّي يعني. لإن هي مشكورة أول ما قُلت لها على الميعاد بعتتها لي في الميعاد، أنا قُلت لها هاكون موجودة في البيت، يعني الأربع ممكن أستلمها، الخميس أقدر أستلمها. فلقيتها النهارده، يعني النهارده المندوب كلّمني وقال لي ليكِ order وكده. الشغل وصلني أو الشنطة وصلتني والشنطة حلوة جدًا. طبعًا هاتصوّر بيها وأنا لابساها، لإن فعلًا شكلها رائع عجبتني، على الحقيقة حلوة، غير كمان في التصوير غير الصورة، لأ الحقيقة طالعة حلوة جدًا. زي ما أنتم شايفين كده اللون الهافان مع اللون البيج فعلًا حلو أوي، غُرزتها حلوة جدًا. مش عارفة عايزة أوريكم كده القاعدة بتاعتها، هي كانت مصوّراها بس إيه، بما إن الشنطة وصلتني فأنا طبعًا أنا عايزة بقى أوريها لكم من خلال ال الlive عندي، تمام. عايزة أوريكم، أنا كنت عايزة أرفع الكاميرا شوية بس هي خلاص هي حدودها كده، مش هاقدر أقرّب تاني. البطانة بتاعتها عجبتني جدًا، عجبتني جدًا يا هالة بجد تسلم إيدِك وعينيكِ.
بصوا شكلها من جوه كبيرة طبعا. بصوا، لا يعني تشيل، بصوا عرضها قد ايه، هي تشيل اصلا. بصوا، لا حلوة جدا عجبتني. طبعا مش هقول ان الجلد يعني هو طبعا مش جلد طبيعي ولا حاجة، بس عايزة اقول لكم انا الجلد الطبيعي بجيبه اصلا والله العظيم، والله ما بيقعدش والاقيه باظ مني وجلد طبيعي. واي واحده بقى تبقى شغاله في الجلد الطبيعي وتقول لي مش، لا لا استحاله، يعني انا جبت شنط غاليه جدا وباظت مني. عندي بقى جلد اصلا عادي وكانت الشنطه رخيصه جدا جدا، وعايزه اقول لكم عايشه معايا لغايه دلوقتي وما بقدرش استغنى عنها وما بطلعهاش. يعني انا كل فتره كده اطلع حاجات ان انا مش عاوزاها وكده، بس انا عندي شنطه والله العظيم وكنت جايباها مش من مكان غالي ولا أي حاجة، والمكان كان شعبي كمان، والله كان مكان شعبي. والجلد عادي وعايشة معايا لحد دلوقتي. الإكسسوار بس هو اللي باظ، غيّرت له الإكسسوار وزي موجودة زي ما هي عندي الجلد بتاعها. ده برضه الجلد بتاعها فكّرني بيه، حلو. آآ هنا بقى بُصّوا الشنطة، طبعًا أنا هاصورها لكم أكتر يعني وأنا لابساها عشان هتفهموا أكتر أو تشوفوها أكتر يعني. آآ دي إيد كروس، وممكن طبعًا لو اللي بيلبس إيد يعني بيلبسها كتف بس بيحب يطوّلها شوية تمام، ودي إيد برضه كتف بس أقصر. أنتم عارفين عشان في ناس بتحب تلبس الشنطة تبقى قصيّرة شوية، وأنا لابساها حطيتها عليَّ بالإيد دي. أنا بقى لي زمان ما لبستش حاجة الإيد تكون قصيّرة كده، حلوة جدًا، لقيتها شيك كده عجبتني صراحةً. فهاعمل لها يعني هاعمل لها فيديو وأنا لابساها وتشوفوا شكلها. الشنطة حلوة، حابة أوي من خلال الlive أقول لهالة تسلم إيدِك، تسلم إيدِك وعينيكِ بجد. الشنطة حلوة، شنطة رائعة، الشغل على الطبيعة حلو جدًا، بجد تسلم إيدِك وعينيكِ. طيب أنا عايزة بقى أقول على حاجة علشان خاطر آآ زي ما كنت باتكلم من شوية وباقول إن أنا فرحانة إن الخامات غليت وإن في ناس داخلة الموضوع علشان ده تجارة وعشان خاطر هي داخلة، هي عايزة تكسب وبس، هي مش داخلة مجال الhandmade تحبه. وطبعًا لمّا أنتِ تدخلي المجال وأنتِ مش حاباه، أنتِ عمرِك ما هتدّي في الhandmade. وهنا كل مادام هتخلّي شكل الhandmade أو هتودّي الhandmade في حتّة تانية. تمام، تمام. خلّيني برضه أقول يعني من خلال الlive برضه دلوقتي وأنا باورّيكم الشنطة دي، آآ هي قالتها لي، هي صاحبة الشنطة قالتها لي، قالت لي حاجة. دخلت لي على الخاص وأنا كنت قُلت الكلام ده في الlive قبل كده لمّا مربوطة كلمتني وكده على الموضوع ده. آآ قالت لي: "متشكرة إنِّك يعني عِدتِ تاني إنِّك نشرتِ الpost تاني عندِك، وشكرًا إنِّك أخدتِ منّي شنطة في حين إن أنتِ تقدري تعملي أحسن منها." خلّيني أقول لِك يا هالة من خلال الlive، يمكن أنا ما رضيتش أقول لِك ده على الخاص، وما ردّيتش عليكِ يعني على كلامِك ما ردّيتش، بس خلّيني أرُد عليكِ هنا عشان طبعًا كل اللي يدخل الlive يسمع وأنا حابة إن أنا أوصّل رسالة. على فكرة أنا ممكن لمّا أعمل الشنطة دي عمرها ما تطلع معايا بنفس جمال الشنطة اللي أنا شايفاها قدّامي دلوقتي. غير حاجة، أنا ممكن أطلّع لِك شنطة تابستري حلوة أوي، بس ممكن ما أطلّعش شنطة كروشيه حلوة أوي. اللي أنا عايزة أقوله إن كل حد ومتخصص في حاجة وبيطلّعها بشكل معيّن لإن هو مُتقِن فيها. طيب آآ هو أنا ما أقدرش أعمل شنطة زي كده؟ آه طبعًا أقدر أعمل. بعيدًا بقى عن إنها تطلع حلوة تطلع وحشة، أنا زي ما قُلت كل واحدة بتطلّع شنطة بروحها أو كل واحدة بتطلّع قطعة فنية آآ أو من شغل إيديها بروحها، تمام؟ هو أنا ما أقدرش أعمل الشنطة دي؟ لأ أعملها طبعًا، أعملها. بس خلّيني مش عايزة أستعمل بقى أسلوب أو طريقة هالة لمّا قالت أنتِ تقدري تعملي أحسن منها. لأ يا حبيبتي مش أحسن منها ولا حاجة، الشنطة جميلة وتحفة وتسلم إيدِك. آآ أنا أقدر أعمل شنطة، بس ليه أنا طلبت منها شنطة؟ ليه؟ إحنا ليه ما نحاولش إن إحنا
آآ مش عايزة أستعمل كلمة نساعد بعضنا، مش عايزة أستعمل الكلمة دي، أنا عايزة أستعمل كلمة تانية بس ليه إحنا ما نشجّعش بعضنا، ليه؟ خلّي بالكم يا بنات أنا ما كنتش هاتكلّم في الموضوع ده خالص، بس لولا إن مربوتة فتحتني في الموضوع ده وإحنا في الlive أنا ما كنتش هاتكلّم أصلًا، بس ليه فعلًا، ليه بجد، ليه إحنا ما نشجّعش بعضنا؟ هي هالة بتشتغل handmade وأنا باشتغل handmade ليه أنا طلبت منها شنطة؟ أنا شُفت عندها حاجة حلوة عجبتني، أنا إيه المشكلة لمّا أنا آخُدها؟ طيب أنا على فكرة أنا كمان بعت لها موديل تاني عشان أنا عاوزاه، فاللي هو طب ما أنا برضه ممكن أعمله، صح والّا لأ؟ ممكن أعمله، بس أنا دلوقتي عندي كذا order عندي يعني عندي حاجات كتير أوي، يعني أنتم عارفين أنا دلوقتي قبل ما أطلع الlive أنا كان ورايا كذا حاجة، لو تاخدوا بالكم قبل ما أطلع الlive أنا طالعة الlive آآ 09:30 تقريبًا أو 09:30 إلّا 5 أو 09:15 حاجة كده، يعني اللي هو آآ أنا فعلًا، فعلًا بافضّي ما فيش أنا وقتي مزحوم جدًا، جدًا، فما عنديش وقت إن أنا أعمل حاجة مثلًا لنفسي، حاجة عايزة أعملها بس مش قادرة أعملها، طيب أنا شايفة حد تاني قدّامي ممكن يعملها، طب ليه ما يعملهاش؟ طيب تمام، إيه المشكلة أمّا أطلب order؟ إيه المشكلة يا بنات؟ ليه ما نشجّعش بعض؟ ليه مثلًا آآ أنا بإيدي إن أنا أقدر أعمل ده، أنا شُفت حاجة الله جميلة آخُدها. أنا حبيت أشجّع هالة، غير إن أنا أشجّع هالة لأ، أنا شايفة شغل حلو أوي هي عاملاه، شايفة شنطة حلوة لفتت نظري، أنا ما عنديش اللون ده بنات خلّي بالكم في الجلد، كان عندي يعني وخلاص يعني راحت لحالها، بس أنا حاليًا ما عنديش، فأنا الله جميلة عجبتني، عايزة أروح أجيب لها بقى shoes مخصوص اللون ده عشان أنا ما أعتقدش في اللي موجودين عندي تصدّقي يا هالة ممكن تكون عندي اللون ده، بس صراحةً أنا الشنطة أول ما جاتني وفتحتها، أنا حاطة في دماغي إن أنا هاروح أشتري لها. عمومًا لو ما لقيتش هاروح أجيب عشان أكمّل بقى الطقم. فإحنا ليه ما نشجّعش بعض في الجزئية دي؟ ما هو دي وقتها على فكرة، لو تاخدوا بالكم دي وقتها، إحنا مش عمالين نشتكي من غلاء الأسعار وبنشتكي مش عارفة ما فيش مش عارفين نبيع مش عارفين طَب إحنا نشجّع بعضينا، طَب ليه لأ يعني؟ هو أنا جايبة دي من هالة أنا مش هالبسها، جايباها كده يعني اللي هو باتمنظر بيها، جايباها أحطها في الدولاب، لأ طبعًا أنا جايباها عشان أستعملها. أنا عايزة ألبسها حلوة عاجباني، أنا هالبسها ما عنديش اللون ده، وشُفت حاجة عجبتني، طب ليه إحنا ما نشجّعش بعض؟ ف الحاجة دي حلوة أوي لو إحنا عملناها مع بعض، هتفرق كتير جدًا معانا خلّي بالكم، صدقوني هتفرق كتير جدًا، 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 جدًا. أرجع وأقول لِك يا هالة بجد تسلم إيدِك وعينيكِ، شكرًا، شكرًا إنِّك التزمتِ بالوقت اللي أنا قُلت لِك عليه وإن وصلتني في الميعاد و وبجد تسلم إيدِك وعينيكِ. و ومش عارفة أقول لِك إيه يعني لأ، الشنطة فعلًا عاجباني، شنطة جميلة جدًا، جدًا، جدًا ومبسوطة بيها جدًا، 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 وأول ما أخرج بيها على طول هاصوّر الشنطة وأنزّلها لكم يا بنات عشان تشوفوا جمالها في اللبس عامل إزاي، لإني فعلًا في اللبس مختلفة تمامًا، فعلًا. عايزة أقول على حاجة، إن فعلًا البنات تخيّلوا طقم الجلد مع الشغل الhandmade الكروشيه مديّة شياكة، بجد والله حلو أوي، ما افتكرش إن أنا عملت كده. ما عنديش لا، لأ، ما عملتش أنا حاجة كده جلد وداخلها كروشيه لأ، ما عنديش، ما هو ده بقى اللي خلّاني برضه إن أنا أختار حاجة هي كمان مش موجودة عندي، الله شكلها حلو، فلأ يعني فعلًا عاملة دمج حلو أوي، شكلها حلو. بُصّوا سبحان الله يعني أنا عايزة أقول لكم يعني مثلًا الموديل ده ممكن تقولوا إحنا شُفناه ومش جديد ولا بس فعلًا لأ، هي أنا بالنسبة لي لأ، هي مبسوطة أوي بيها، فرحانة بيها جدًا. لإني أنا ما عنديش الstyle ده، ده مش عندي، ففعلًا فرحانة بيها لإني واللون كمان جميلة، لأ جميلة تسلم إيدِك وعينيكِ يا هالة وربنا يا رب يوفقِك واستمري يا هالة، أنا عايزة أقول لِك استمري لإن فعلًا شغلِك حلو حبيبتي، وربنا يا رب يرزق الجميع.